ده ليكي الكامل لو عايزه تعملي حمام محشي جلد مقرمش، رز مفلفل، لحمه صدر دايبه مستويه على اخرها، والاهم من كل ده من غير افتكاسات ولا زحمه توابل تضيع طعم الحمام المميز. للتتبيله هفرم كميه مناسبه من البصل، احط بس فلفل اسمر، ملح وشويه بسيطه من الحبهان المطحون. هقلبهم في بعض كويس واجيب الحمام اشيل الرقبه بتاعته، وطبعا الرقبه مش هنرميها، هنسلقها وناكلها للقطط. هتبل الحمام كويس من جوه وما بين الجلد ومن فوق عند الرقبه، واسيبه في التتبيله ساعه ساعتين على ما اجهز الحشو. في طاسه احط معلقه من السمنه البلدي، اول ما تسيح انزل بفصين مستكه اشم ريحته، وانزل بالقوانص بتاعه الحمام اللي انا قطعتها صغير. مش محتاجه ان انا اسويهم، انا بس عايزاهم يغيروا اللون. هنزل على طول بالقلوب، اول ما تغير اللون هنزل بالكبده. ما بنقلبش الكبده قبل ما تغير لونها بالمعلقه علشان ما تتهريش. هحط توابل بسيطه بكميات مناسبه للحشوه كلها، هكتبها تحت في الكابشن. واهم حاجه اظبط الملح. هقلبهم في بعض كويس. انا مش مستنيه ان هم يستووا في المرحله دي، لسه هتتسلق وقت طويل. انا عامله كميه كبيره شويه، فحطيت بصلتين كبار مفرومين وحطيتهم في الاخر علشان يتبلوا وينزلوا ميتهم، فالرز اول ما ينزل عليها يتشرب ميه البصل ويتطعم بيها. مش هعمل حاجه اكتر من ان انا اقلب الرز كويس قوي في الخلطه دي عشان يشرب من كل الاطعمه. مش محتاج ان انا اسقي ميه او ادخله في مرحله السوا. اخر حاجه اضيف معلقه سمنه على الرز بعد ما قفلت عليه، اقلبها كويس، هيطلع رز مفلفل جدا في الاخر. كده الحشوه جهزت، هسيبها تبرد. على ما تبرد الحشوه هجهز الشوربه. معلقه سمنه بلدي عليها فصين مستكه، حبهان، ورق لورا، فلفل اسود حصى بس ما كانش عندي، بصل وجزر، وحطوا كمان عودين كرفس لو عندكم. هقلبهم في بعض 5 دقايق لحد ما يتكرملوا. الحركه دي بتخلي طعم الشوربه في حته تانية حرفيا. بزود ميه، مش شرط تكون مغليه علشان الشوربه تجهز على ما اكون خلصت الحمام. شطفت الحمام من باقي التتبيله وهبتدي ان انا احشيه. من جوه بحط رز بالكبد والقوانص، وبتاكد بصباعي ان هي مش متروسه وان في فراغ جوه لسه للرز ينفش. في التوريقه بحط رز من غير الكبد والقوانص. مكان الرقبه هعمله معامله الممبار، واحشيه بالرز زي ما بحشي الممبار بالظبط بالشكل ده. يبقى من جوه رز بالكبد والقوانص، تحت الجلد رز بس ووزعها كويس. وطبعا ما تنسوش تقفلوها من تحت. الاجنحه برجعها لورا، والرقبه بعملها معامله الممبار، وهكذا لحد ما اخلص الكميه كلها. انا ما خلصت الحشو كله، كانت الشوربه بدات تبقلل. انا مش عايزاها مغليه، انا عايزاها تبتدي ان هي تغلي. والحمام بيفرقع منين؟ بيفرقع من بطنه، فهنزله في الشوربه على بطنه. اول ما ينزل في الشوربه هتلاقي الرقبه بدات تقفل لوحدها، والميه بدات تدخل جوه عشان تسوي الرز. بغطي الحله واسيب لها فتحه كده، ما تقفلوش على الاخر، واحسبي 45 دقيقه بالظبط هيكون خلاص الحمام استوى. كان نفسي اوريكم الحمام كله وانا بطلع حماميه حماميه عشان اوريكم ان وانا واحده الحمد لله فرقعت، وكلهم طالعين ما شاء الله حلوين جدا. طبعا الشوربه دي بقى دي احلى حاجه تعملوا بيها ملوخيه ولسان عصفور واي حاجه تحتاجوا فيها شوربه. عاده في الحمام بسلقه قبلها بليل عشان اسهل على نفسي. وقت الاكل بحط زيت نضيف عليه معلقه كبيره من السمنه البلدي، واحمر الحمام كويس لحد ما ياخد لون من كل جنب. ولو الطاسه عندكم مش غويطه قوي زي بتاعتي، بمعلقه احط زيت على الجوانب اللي مش طايله الزيت، بس كده لحد ما تتحمر وتاخد اللون الحلو ده. محتاجه اكتر من فرشه بطاطس محمره، وطبعا رشه ملح وفلفل على الوش، وبقى عندكم اطيب اكله حمام. وبس كده.